مذيعة قناة الجزيرة تطلع صدرها على الهواء مباشرة في نشرة الأخبار. يا لهوي. الأخ عبد الله يقول في عام 1420 تخرجنا من الجامعة وتم تعييني في المنطقة الشرقية. اجتمعنا حنا مجموعة من الشباب اللي تم تعيينهم في المنطقة الشرقية من تخصصات مختلفة، معلمين. في ناس جو من الرياض وفي ناس جو من القصيم وهكذا. يقول واجتمعنا في المنطقة الشرقية، كنا 8 أشخاص. اتفقنا وسكننا في شقة. الظاهر أن الشقة كانت 4 غرف، كل 2 في غرفة. طبعا عندهم مطبخهم وعندهم المجلس المشترك للجميع، واللمة كلها خير وبركة يا جماعة الخير. يقول في واحد منا معلم دين تربية إسلامية اسمه سعد. هذا سعد في يوم من الأيام صحى من النوم وجاء لنا في المجلس وحنا جالسين وقال أنا شفت حلم الله يجعله خير. وش شفت؟ قال يا أخي أنا شفت في المنام أني جالس أتفرج على التلفزيون، وبالتحديد قناة الجزيرة، والمذيعة على قناة الجزيرة جالسة تقول نشرة الأخبار، طلعت صدرها. واحد كان كبير والثاني كان صغير. فأنا قمت وجيت عند الشاشة وبديت أشرب منها حليب، أخذ من الثدي الكبير أشرب حليب. ثم انتهى الحلم. فقالوا له خير إن شاء الله، خير رأيت، نشوف لك إن شاء الله من يعبر. في واحد منهم يبغى يسوي مقلب. قال يا سعد، قال نعم. قال خوينا فلان نايم تراه يعبر رؤى، إن شاء الله إذا قام نخليه يعبر الحلم حقك. قال إن شاء الله، إن شاء الله الله يجعله خير. قام هذا الرجال وراح عند صاحبه النايم، قومه، قفل الغرفة، قال له يا فلان، قال نعم. قال سعد رأى رؤية، يقول إنه شاف في المنام إنه جالس يتفرج على قناة الجزيرة والمذيعة تقول الأخبار، وإنها وهي تقول الأخبار طلعت صدرها، صدر كبير وصدر صغير. فهو قام من الشاشة يرضع حليب، يشرب حليب. فأنت قل له، احنا قلنا له إنك تعبر الأحلام، قل له اللي يظهر من الرؤية إنك رجل فاسق وفاجر ومنحط وقليل أدب. قال يا هو، قال يا ابن الحلال قل له أنت، خلنا نسوي فيه ذا المقلب. وفعلا لما قام الرجال وغسل وضبط أموره واستنشط وراح يجلس في المجلس، قال له سعد يا فلان، قال سم، قال يقولون إنك تعبر أحلام. قال إي والله أعبر على خفيف. قال له إيش عندك؟ قال رأيت رؤية. قال علمني وش رأيت. قال له سعد رأيت كذا كذا كذا. قال له يظهر من رؤياك إنك رجال فاجر وفاسق وراعي حريم وما تستحي على وجهك. قال أنا؟ قال لي هنت. قال يا ابن الحلال، قال غير هالكلام. قال جاك العلم. قال يا ابن الحلال عمري ما عرفت مرة في حياتي، ولا اني براعي خربطة ولا راعي لف ودوران، أنا إنسان يا رجال مدرس تربية إسلامية أنا. قال جاك العلم. يقول ضاق صدره سعد، يقولوا حنا كاتمين الضحكة وانت قهوة ونمشي الموضوع. لما قعدنا لنا كم يوم شفنا سعد ضايق صدره، علمناه، قلنا له يا سعد ترى احنا مسوي فيك مقلب. يا جماعة الخير والله العظيم قاعد أفكر وهوجس في الموضوع ذا، خوفتوني يا أخي. قالوا معليش والله مقلب عادي، تبغى أنا دايما جد، خلينا نسوي فيك مقالب. قال طيب والحين أنا كيف أعبر الرؤية؟ فقال له الأخ عبد الله أنا أعرف واحد من طلبة العلم يعبر الرؤى، رجل مذكور بخير، بكلمه لك وبخليك تكلمه وتقول له رؤياك. وفعلا كلم الرجال. لما كلموه قال شف، أن صدقت رؤياك بإذن الله إنها ستفتح عليك الدنيا وبتجيك أموال عظيمة. قال خير إن شاء الله. شوفوا سبحان الله، شوفوا تعبير الرؤيا غريب. قال خير إن شاء الله. والله يا شيخ، قال والله هذا اللي يظهر من رؤياك. والرؤيا ترى ما هي يقين جزم، لا،
الرؤيا يستأنس بها يعني. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ذهبت المبشرات ولم تبقى إلا الرؤى الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فاستبشر خير إن شاء الله. عدت الأيام، يقول الأخ عبد الله: أنا والأخ سعد من الرياض، وفعلا طلبنا نقل، وبعد سنوات نقلنا من المنطقة الشرقية وجينا الرياض. سعد كان معلم تربية إسلامية، بجانب إنه معلم مدرس كان يشتغل في محلات القصيم للخضار والفواكه، كانت في ذاك الوقت بدأت، فكان يشتغل كاشير. طيب هو ليش يشتغل وهو معلم؟ يشتغل في وقت فراغه، يطلب رزقه، عنده ظروف، عنده التزامات، عنده شيء احنا ما ندري، فالرجال يطلب رزقه. يقول اخونا عبد الله، يقول كنت اجيه في المحل اللي هو يشتغل فيه اشتري منه خضار وانكت معه، اقول له قوم جيب لي